قبل ما يجيني في بالي انني نصور هذا الفيديو هذا تفكرت الاصدقاء الشان ديال 2023 الشان ديال 2023 اللي تنظم في الجزائر من طبيعه الحال، واللي فازت به السنغال في الاخر من بعد ما لعبوا النهائي امام الجزائر، واللي سال الماتش من طبيعه الحال بفوز السنغال بركلات الترجيح. ما علينا، غادي نجيو وغادي نرجعوا واحد شويه للورو بالضبط 2023 وغادي نتفكروا باش استقبلونا الجزائريين الاصدقاء بانهم جابوا لنا حافلات بحال هذا الشكل هذا. ماشي غير هذا الشيء، بل استقبلونا باننا نبقاو في المطار ديالهم، بحكم انهم قالوا، انا مازال عاقل مزيان بحال غير البارح هذا الشيء، بانهم قالوا خصهم يديروا واحد الكونترول للاعبين، لدرجه انهم جايه اكثر من 5 سوايع واللاعبين في المطار كيتقلبوا. تخيلوا معايا وايماجينيو معايا، شوف معايا حتى لين واصلين الجزائريين في الحقد ديالهم على المغرب، العكس ديالنا حنايا. وصلوا بطائره، الوقيته اللي وصلوا بالطائره لقاو الحافله كتسناهم، وماشي اي حافله. شوفوا معايا الحافله كيفاش دايره. يا سيدي كما شفتوا معايا، شوف الرقي وشوف حتى لين وصلت بينا اننا ماشي كما دير معايا غادي ندير معاك. انا زوين نتعامل معاك زوين، ولكن انت الا كنتي في قلبك واحد الحقد وكان في قلبك واحد الكره من جهتي انا، ما غاديش نتعامل معاك بنفس الطريقه، بل غادي نقدم لك كاع داكشي اللي زوين، لدرجه انك غادي تولي تخيل ليك بانني انايا زوين، لدرجه انك واحد الدرجه اللي ما كتصورهاش، وغادي نبقاو دائما ندير معاك الجميل حتى يهديك الله معايا. هذا الشيء بالضبط اللي داير المغرب مع الجزائريين، لدرجه انهم حتى فاش وصلوا للوطيل اللي دايرين فيه الاقامه ديالهم استقبلوهم بالدقه المراكشيه. شوفوا معايا عاوتاني. ايه كما شفتوا معايا الجماهير حتى هما فرحانين، اللاعبين فرحانين، السيكوريتي لواحد الدرجه ما كتصورش، تابعهم الامن ملي خرجوا من المطار هما متبوعين بالامن حتى وصلوا للبلاصه فين يعني البلاصه ديال الاقامه ديالهم على الامور طيبه، على خلافهم هما في بلاصه ما انهم يتلقاو لينا ويديروا لنا الامن ويامنونا حتى نوصلوا اللوطيل ديالنا، لا خلاونا واقفين في المطار كنتسناو ال5 ديال السوايع، مع اننا غدا ولا بعد غدا غيكون عندنا ماتش. ما وقفاتش هنا الايه ديالهم والصيروره ديال الاحداث، بل حتى الاعلام ديالهم من بعد هذا الاستقبال هذا خرجوا بداو كيهضروا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر القنوات ديالهم التلفزيونيه، كيقولوا بان الاستقبال اللي استقبلناهم ما كانوش كيتوقعوا نهائيا. واش في نظركم دابا الجزائريين بانكم نتوما الا تعاملتوا معنا بالسوء حتى حنايا غادي نتعاملوا معكم بالسوء؟ استقبال رائع وتاريخي لمنتخبنا الجزائري في المغرب بالورود بعد وصوله للمشاركة في كأس أفريقيا 2025 بالمغرب. بصراحة استقبال جميل للاعبي منتخبنا الجزائري، حيث سيبدأ منتخبنا الجزائري تحضيراته للمباراة الأولى في هذه البطولة. نسيتوا اليد الممدودة اللي قدمها لكم الملك محمد السادس نصره الله، دائما في أي خطاب كيخرج فيه كيقول بأننا حنايا ما عندناش مشكل مع الجزائريين. وبهذه المناسبة أهيب بالمغاربة لمواصلة التحدي بقيم الأخوة والتضامن وحسن الجوار التي تربطنا بأشقائنا الجزائريين، الذين نؤكد لهم بأنهم سيجدون دائما المغرب والمغاربة إلى جانبهم في كل الظروف والأحوال. أما فيما يخص الادعاءات التي تتهم المغاربة بسب الجزائر والجزائريين، فإن من يقومون بها بطريقة غير مسؤولة يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين. وإن ما يقال عن العلاقات المغربية الجزائرية غير معقول ويحز في النفس، ونحن لم ولن نسمح لأي أحد بالإساءة إلى أشقائنا وجيراننا. يعني دائما المشكل كيجي منكم نتوما، يعني دائما الصيروره ديال الاحداث كتجي منكم، لدرجه انكم نتوما اللي نطوا حبستوا الاجواء، ما بقاش التنقل ديال الطائرات بيناتنا. وخير دليل على هذه الهضره هذه هو انكم نتوما جيتوا في طائره ماشي طائره جزائريه البارح. يعني هاد الامور هذه فاش كتجي وكتوصل لهاد الدرجه هذه، ملي كنجيو كنشوفوا هاد الشيء هذا
العالم كامل غادي يشهد بانه المشكل ماشي فينا وانما المشكل فيكم نتوما. فإلا كان عندك اخي الجزائري اي شك في هذا الشيء اللي كنقول، كتب لي في الكومونتير الاراء ديالك، واش كتشوف باننا حنا اللي فينا المشكل ولا انت اللي فيك المشكل؟ وبلا كذوب، الاراء راه كتهمني من طبيعه الحال، وكل واحد على العقل ديالو، على قد داكشي اللي كيفهم وعلى قد المنطق ديالو يكتب لنا الاراء ديالو بلا ما تزيد وبلا ما تنقص. الاراء ديالكم كتهمني. ما تنساوش لنا شي كومونتير يكون زوين، واهم حاجه دير اشتراك في القناه باش تبقى توصل باي جديد ديال الفيديوهات ديالي. والسلام عليكم.